فساد جوه بطنك وفساد صحي وفساد اجتماعي. مش عارف اتفرج على فيلم كامل للاخر. في النهايه هذا الكائن الاطرش اللي هو كل واحد مش عارف اقرا صفحة واحدة من الكتاب اللي اشتريته. شكل الحالات الغريبه دي. الناس تشتت 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 تشتت. الشخص المتهول المبرشم جيلي بقى حياته كلها السوشيال ميديا، تيك توك وريلز، ناس عمالة تنصح فينا وتدينا في نصايح طول الوقت. معظمنا بقى بينسى من كتر انا التشتت. عايز اقص ضعفي، روح اجيب القصافه. هو انا كنت جاي هنا ليه؟ بندوخ من زحمة أفكارنا، التركيز قل في التواصل الحقيقي. كان في ازازة بيبسي في العربية، جبتها وانت طالع ولا نسيتها؟ يا ابني ايه؟ ايه يا عم، انت مش سامعني ولا ايه؟ لا معلش قول تاني كده بس مش مركز. والحياة كلها بقت تليفون وسكرول كتير بلا هدف، ونقعد نتنقل ما بين مشاهد كتير عشان انت ما تفقدش تركيزك. يعني التشتت ده جاي من الموبايل؟ بصراحة بس مش عشان هو الموبايل سيء ولحد ذاته وارمي الموبايل في الأرض وبتاع، ولكن احنا واحنا قاعدين على الموبايل بيجي لنا أفكار كتير ومعلومات كتير جدا بتشتتنا. يعني مثلا وانت قاعد على النت ممكن يجي لك واحد يقول لك اعمل مشروع كذا، واحد يقول لك اعمل مشروع كذا، مخك بيتملي بالأفكار دي وتحس ان انت عايز تعمل مشروع. انا عايز اعمل مشروع دلوقتي، مخنا غصب عنه بيفكر في الحاجة دي. انت ممكن تكون مش قاصد، بس دي الحاجة اللي عمالين نتغذى عليها طول اليوم، فالمخ هيفكر في ايه تاني غير في الحاجات دي؟ وهي المقارنات يا معلم. احنا شوف كام واحد انت بتقارن نفسك بيه حتى من غير ما تقصد. اقول لك مثلا شفت واحد ناجح مثلا عنده 15 سنه وقبض 100,000 جنيه، شوف انت بقى تقعد تقارن نفسك بيه قد ايه. ايه ده انا اكبر منه وما جبتش نص ثروته. ده سبب كبير من اسباب التشتت. غير كده انت بتبقى قاعد على تيك توك بقى، بصراحه يعني تيك توك ممتع، او اي ريلز او اي حاجه سكرول كده كتير بصراحه ممتعه، انا مش هقدر انكر ده يعني. بس هي الفكره لو ده حاجه بقت بتاذيك لدرجه انك مش قادر تكمل حاجه طولها 10 دقائق او اكتر، تركيزك بقى ميت، هنا التيك توك مش هيبقى ممتع، هنا التيك توك هيبقى خطير. فانا دلوقتي انا بشارك معاك تجربتي. يعني انا مش بقول لك ان انا راجل ماسك الموبايل وراميه وبتاع، في بقى بنبدا ايه حوار نمسح الفيسبوك وفاتحين البراوزر. فالحل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا ممكن اسيب الموبايل ساعه او ساعتين في اليوم ايربلين مود، وبتبعد خالص عن النت، ترجع بقى ايام الزمن الجميل بقى ايام الجاهليه وكده، انت مفيش نت خالص. شوف بقى تقعد تعمل ايه في الوقت ده. تخيل كده لو كل يوم ساعه من غير نت، تعمل ايه فيهم؟ انا مش بقول لك بقى ايه خد الساعه دي طور نفسك، تقعد بقى بس مع نفسك ساعه كده من غير نت، شوف هتعمل ايه. ارجع للحياه الحقيقيه. لو بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي عاش ليك انك انت مكمل يعني لحد دلوقتي. يعني حاسس ان انا عايز اعمل لك ترانزيشن ولا طب يا خد يا عم مش خساره فيك، يلا ها. فخلينا نكمل. في حاجه تانية بقيت احاول اعملها، ان انا اظبط يومي نفسه في اليوم. حط لنفسك شخصيه مثاليه. تخيل انت مثلا حط احلامك كلها دي كده، مش عايز اقول لك اكتبها في ورقه واهدافك وكده، ولكن تخيل انك انت بقيت الشخص اللي انت في دماغك. ايه الحاجه اللي انت لو عملتها النهارده هتقربك 1% من حلمك ده؟ تعملها النهارده 1% بس، حرفيا 1% بس وبس. جرب. ده هيخليني اقول لك على حاجه تانية برضو تركز فيها، انك تركز في حاجه واحده، يبقى عندك رؤيه لمحمد عادل المثالي مثلا، زي ما انا بعمل كده، ده انك تشوف نفسك المثاليه دي زي ما انا بعمل كده، اقعد اشوف شايف نفسي المثاليه دي واحاول اقرب لها 1%. طب نفسك المثاليه دي بتعمل كذا حاجه ولا بتعمل حاجه واحده بس؟ يعني مثلا هي مشهوره بايه؟ ما انت ممكن تكون نفسك المثاليه انت حاطها لنفسك دي بتعمل 500,000 حاجه في نفس الحاجه، فانت كل يوم هتبقى متشتت تعمل ايه يعني. فانت لا، حط هدف واحد بس، شخصيتك المثاليه دي بتعرف تعمله واديله كل وقتك، لان ده احسن من انك توزع وقتك على كذا حاجه. كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها. تجرب المره دي حاجه واحده بس، لان احنا جربنا تشتت كتير، فكفايه عليه التشتت بقى بصراحه. يعني عايزين نركز في حاجه واحده بس، ده اللي انا بحاول اعمله. لان انا زي ما قلت لك الفيديو ده كله تجربه بشاركها معاك، مش جاي انصحك واعمل لك نفسي عظيم، انا عايز اوصل لمحمد عادل العظيم بقى، ده اللي بحاول اعمله النهارده. فبس لو عجبك الفيديو ووصلت لحد هنا اعمل لايك، ده بيساعد، وسبسكرايب عشان تبقى تشوف ايه بقيه الفيديوهات الجايه، واعمل زرار الجرس عشان اي فيديو ينزل بقى يوم جالك نوتيفيكيشن تقوم عامل سبسكرايب. وبس، شكرا.